السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم جيتكم بوصفة مغايرة عن الطبخ، وجيتكم بوصفة ديال الوالدة الله يحفظها ليا اللي كتجي رائعة ديال التجاعيد وديال البشرة وديال المشاكل ديال البشرة عامة. كتجي رائعة وبجوج مكونات ساهلين وفي كل دار تقريبا ما كيخطاوش الديورة. عندي هنايا واحد كميه شويه ديال اليازير اللي غسلناه ونقيناه. حنا عندنا كاين في الجرد عند الوالده. وهنايا عندنا واحد 3 المعالق ديال كبيره ديال بذور الكتان او زريعه الكتان. وهنايا عندنا كأس ونصف ديال الماء. وهنايا غادي نرفعوا هاد المكونات هادو فوق النار حتى يبداو يغلاو. هاد المكونات زوينين بزاف البنات، ما نحتاج انني نقول لكم على الفوائد ديال اليازير او يازير روزماري، كل واحد وشنو كيسميه، او اكليل الجبل. يعني وصفة رائعة جدا ومفيدة للشعر وللبشرة. يعني وصفة غتستعملوها للشعر وللبشرة وراه كتجي رائعه البنات. هنايا كنبداو نحركوها ونخليوها تغلى ويطلق فيها داك اليازير. ممكن انكم تستعملوا اليابس، حنايا كان عندنا في الجرده داكشي علاش استعملنا الخضر. ممكن انكم تستعملوا اليابس، ولكن هاد الوصفه البنات راه ريحتها رائعه جدا ما نعاودش لكم. وهنايا من بعد ما غلى لينا يعني حتى كنبقاو نحركوه حتى كنحسوا بداك زريع بذور الشيا بدات كتطلق داك الهلام ديالها. عاد كنطفيو عليها وكنخليوها انها تبرد. عاد كنبداو نصفيو داك الهلام، نصفيو ديك الزريعه داك اليازير، نحتفظوا غير بداك الهلام بوحدو. ممكن انكم تصفيوه بشي توب حياتي او شي توب يكون رقيق. صافي وهنا كنستمر حتى كنصفي هذيك الكميه اللي عندي. لكن البنات راه فعلا هاد الوصفه رائعه جدا ديما كتصاوبها الوالده الله يحفظها لينا. يعني وصفه اللي جد جد رائعه. ان شاء الله نشارك معكم حتى واحد الكريم ديال اللبن الذكر اللي كتوجدوه حتى هو رائع جدا. لكن قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الوصفه هذه اللي سهله وبسيطه، ويعني ما فيهاش بزاف المكونات. غير هاد جوج المكونات تبارك الله راه كافيين ووافيين، فيهم جميع المواد او جميع المكونات اللي غتحتاجها الشعر ديالكم والبشره ديالكم. وهنايا البنات غناخدو واحد القرعه ديال الدجاج اللي ديجا عقمناها وخليناها حتى نشفات. نضعو فيها داك الجيل اولا داك الهلام ديال اليازير وبذور الشيا، وكنوضعوها على بشره نظيفه وكنخليوها حتى كتنشف. عاد كنفركوها هكا وكندهنو، راه كتخلي البشره ديالكم رطبه. جربوها البنات. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.